أهلا بحضراتكم مرة تانية. الاستعدادات طبعا على قدم وساق لمرشحي المرحلة الثانية في انتخابات برلمان 2015، وبنحاول في الفترة دي في مصر تنتخب ان احنا ناخد مساحة أكبر مع ضيوفنا الكرام من مرشحين المرحلة الثانية من مختلف محافظات مصر للتعرف على الدوافع وراء هذا الترشح، وكذلك الأسباب واللي ممكن ان هم يتميزوا به ويقدموه للناخبين والمواطنين في الدوائر الخاصة بكل مرشح. هنبدأ النهاردة حلقتنا برئيس حزب الشعب الجمهوري والأستاذ حازم عمر، مرشح أيضا الحزب بطبيعة الحال عن دايرة الحسينية بالشرقية. أهلا بحضرتك يا أستاذ حازم. أهلا بسيادتك. أستاذ حازم، يعني أخذ فكرة سريعة من حضرتك عن الدوافع وراء الترشح في برلمان 2015. لا، هو طبعا حق مكفول بالدستور لكل مواطن الترشح، ولكن عندما نرى أن لنا إسهام أو قيمة مضافة إلى البرلمان فلماذا لا؟ إيه هو الإسهام والقيمة المضافة؟ أقول لسيادتك، حزب الشعب الجمهوري أثبت في المرحلة الأولى في الانتخابات أنه الحصان الأسود، برغم أنه لم يكن قريبا من المنابر الإعلامية ولا حتى المنابر الصحفية. ده معناه أنه هو كان قريب من الجماهير والتصق بالجماهير والتصق على الأرض، فبالتالي هذا الحزب يحمل هموم المواطنين ويعمل على الأرض، وعشان كده جاء ترتيبنا ثالثا بين الأحزاب في جمهورية مصر العربية في الدوائر الفردية. فطبيعي أن أي حزب بينشأ حديثا ويجتهد بياخد فترة نمو. احنا ما كانش عندنا فترة من الوقت ان احنا نغطي ال27 محافظة، وايضا الموارد المالية لم تكن كبيرة كما هي متاحة للحزبين قبل ما ننتقل للموارد المالية. بالتالي عايزة اخد فكرة عن الناس المواطنين. حضرتك بتقول ما كانش عندنا مساحة من الوقت عشان نغطي من الوقت. 27 طيب محافظة. ما توفر من الوقت؟ ما الذي تم فيه؟ ازاي قدرتوا انكم تتواصلوا بشكل مباشر؟ اشتغلنا في 17 محافظة، وهي المحافظات الريفية، لأن الحزب بتاعنا هو يعبر عن الريف المصري في الدلتا والصعيد، وهو ملتصق بالمواطنين في الريف داخل القرى وداخل التوابع. وبالتالي المرحلة الأولى دخلنا في 9 محافظات ومثلنا فيها جميعا، يعني مثلنا فيها في المحافظات دي بلا استثناء. إذن هناك تواجد. أخذنا 11 مقعد فردي موجودين في ال9 محافظات اللي احنا تواجدنا فيهم. المرحلة الثانية داخلين في 8 محافظات. أتمنى من الله سبحانه عز وجل ان احنا نمثل في ال8 محافظات. بتتواصلوا ازاي مع الناس؟ بتعرفوهم انتوا مين؟ بتعرفوهم برامجكم الانتخابية؟ انتوا عايزين تقدموا لهم ايه؟ ازاي عملتوا ايه؟ ولا حاجة. طبعا البناء الحزبي معروف ان احنا بنبني قواعد حزبية وبنبني هرم. يعني الحزب هو عبارة عن تنظيم. التنظيم ده بيتشكل من رأس الهرم وهو رئيس الحزب والهيئة العليا والمكتب السياسي، ثم بعد ذلك أمانات في المحافظات وأمانات فرعية في المراكز، ثم وصلنا إلى مستوى الوحدات المحلية، وهنستكمل إن شاء الله البناء التنظيمي إن احنا نصل إلى الوحدات القاعدية خلال ال5 أعوام القادمة إن شاء الله. ده الوحدات المحلية والقاعدية. لا، وصلنا احنا يعني عندنا التنظيم بيبقى على مستوى المحافظة ثم المركز ثم الوحدة المحلية، وبعد كده بقى اللي هي أصغر مستوى اللي هو القاعدة العريضة اللي تحت بقى، وهي الوحدات القاعدية اللي هي بتبقى القرية أو العزبة أو التوابع. نحن نكون موجودين في كل كخلية موجودة في كل مكان. تمام. الناس استقبلتكم ازاي؟ ردود الافعال يعني ممكن تحكي لنا شويه؟ هو يعني احنا حزب، هو الاتصال المباشر ده شكله كان ايه؟ ده اهم حاجه، وهو ده اللي بيجيب النتائج فعليا. وانا اعتقد ان هو ده اللي هيخلي الاحزاب على المدى المتوسط والبعيد يكون ليها كيان متماسك. في فرق ان احنا نستقطب مرشحين بمال سياسي، وهناك فرق ان يكون هناك برامج حقيقيه يكون المرشح بالفعل هو تابع للحزب
مؤمن ببرامج الحزب ويعلم أن هذا الحزب يعبر عن الشريحة الأكبر في المواطنين من المواطنين المصريين. إحنا حزب بالطبيعة بيعبر عن الفلاح المصري وعن أبناء الفلاحين من الشباب. طيب يبقى لازم تكونوا قابلتوا الفلاحين وعرفتوا مشاكلهم. قابلنا، احنا عايشين معاهم، يعني اتكلمتوا معاهم بالتأكيد. يعني بأعمق مما هو معتاد عليه بالزبط. للوصول ل يعني ونعلم مشاكلهم تماما، ومشاكلهم أصبحت كثيرة وأصبحوا هم الفئة الأكثر اللي وقع عليهم أكثر ظلم في ال5 سنوات الماضية. أنا عايز حضرتك يا أستاذة ريهام ترجعي بالذاكرة في ال5 سنوات الماضية، ستجدي أن تقريبا كل فئات المجتمع لما أصاب مصر يعني هزة كبيرة، وإحنا كنا في يعني 5 سنوات اللي فاتوا كنا في معترك يعني صعب جدا، معظم الفئات تظاهرت واعتصمت فئويا. هل في ذاكرتك أن الفلاح المصري مرة أو الفلاحين مرة واحدة تظاهروا أو اعتصموا فئويا؟ لم يحدث. الفلاح المصري هو الذي دفع الثمن، وهو اللي حرس الأرض، وهو اللي قعد مع الدولة الوطنية لكي تتعافى وتستعيد عافيتها مرة أخرى. كيماوي زودوه عليه، القيمة الرأسمالية الفدان ارتفعت عليه لو هو عاوز يشتري قطعة أرض. المستلزمات الزراعية اللي هو بيتكلفها عشان يزرع، العائد بتاع بيع المحاصيل لا يتناسب مع القيمة الاستثمارية للفدان ولا التكلفة الزراعة. حالهم بقى صعب جدا. البيئة اللي هم عايشين فيها حصل إهمال شديد من السلطة التنفيذية داخل القرى، داخل التوابع. احنا دلوقتي في موسم أمطار، لو تشوفي وتعرفي ان الولاد ما يقدرش يروحوا المدارس بسبب ان الطرق كلها عبارة عن طينة طينة طينة. يا ريت مياه ممكن يمشوا فيها. صرف صحي مفيش، فبالتالي البيئة الصحية مش متوفرة، وبالتالي ارتفاع نسبة الفيروسات الكبدية. مياه الشرب عندنا مشكلتين، دي أكبر مشكلة، ندرة، وعندنا مشكلة في الوفرة ان هي ما بتغطيش، مش كل الناس عندها مياه شرب نقية، واللي عندهم برضو الجودة بتاعتها تحتاج إلى مراجعة شديدة. عندها المجتمع الريفي عنده مشاكل لا حصر لها. يجب وآن الأوان للسلطة التنفيذية أن تنظر بعين الاعتبار للريف المصري وللفلاح المصري. أفهم من كده أن حضرتك من أهم القضايا والملفات المطروحة تحت قبة البرلمان قضايا مرتبطة بالفلاح المصري، المشاكل وكيفية إيجاد حلول يعني أسرع مما كانت تؤخذ من قبل. لا، احنا طبعا كحزب سياسي احنا عندنا كافة الملفات بما فيها حتى السياسة الخارجية، ولكن يعني واضح من كلام حضرتك انه الفلاح بياخد أولوية. احنا ننحاز الى فئتين، الفلاح والشباب، لانهم اكثر من ظلموا من فئات المجتمع. ولكن احنا كحزب عندنا لجان للأمن القومي، وعندنا لجان للسياسة الخارجية، وعندنا لجان للسياسة المحلية والداخلية، وعندنا لجان في الاقتصاد، يعني العقل تمام. لكن ليكوا أولوياتكم، ولكن نولي رعاية خاصة للفلاح وللشباب. الشباب بقى، الشباب عندنا مشكلة كبيرة جدا. متوسط يعني البطالة في جمهورية مصر العربية 13.4%. النسبة دي ما هياش ثابتة، ولكن بتتراوح من منطقة جغرافية إلى أخرى. عندنا وتحديدا في دائرة اللي أنا مترشح عنها وصلت ل 18%. 18% نسبة بطالة، دي نسبة رهيبة. وفي نفس الوقت الدولة، احنا كلنا عارفين موازنة الدولة، وعارفين الأجور تخطط 200 مليار. فبالتالي قدرة الدولة على استيعاب الشباب ده أصبحت محدودة جدا. فبالتالي لابد أن نجد يعني حلول عاجلة وحلول متوسطة المدى وحلول بعيدة المدى. السلطة التنفيذية على رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه هو بيبحث جديا في إنشاء وزارة أو استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. بالضبط كده. ولكن إلى أن يتم إنشاء تلك الوزارة وإلى أن تستقر وتعمل مشروعاتها، احنا بنحتاج الى حلول عاجلة.
الحلول العاجله دي ليها افكار كتير قوي، هنخش هنطبقها في البرلمان وهنطالب بيها، وساستخدم منظومه الحزب ككتله نيابيه، واذا قدر لي النجاح ان شاء الله ساترأس هذه الكتله او هذه الهيئه البرلمانيه لتطبيق المنظومه او البرنامج بتاعنا في حلول عاجله للشباب الى ان تاتي الحلول متوسطه المدى. الشباب مساحه وجودهم داخل الحزب عند حضرتك قد ايه؟ الشباب بصفه عامه مش مقبل قوي على الحياه السياسيه، ولكن احنا من الاحزاب الغنيه بالشباب، لان احنا عندنا في قاعده البيانات في العضويه نسبة الشباب تخطت 25%. ما زالت ليست هي النسبة المأمولة، ولكن لكي أكون صادقا الشباب بصفة عامة لسه ما أخدش قناعة بأن ينخرط في الحياة الحزبية، ولكن مقارنة بالأحزاب الأخرى احنا نعتبر النسبة دي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالأحزاب الأخرى. بما ان دي رؤيه حضرتك، يعني ازاي ممكن يعني يتم ادماجهم في الحياه السياسيه على الاقل؟ ايه اللي بيحصل مع الشباب الموجودين فعلا داخل الحزب عند حضرتك؟ يعني للتواصل الامل دائما الشباب دائما الامل، بس الامل ليس بالكلام المرسل، وانما الامل ببرامج حقيقيه يتم تطبيقها على الارض ويشوفوا فيها نوع من انواع المنطقيه. يعني مش مجرد كلام. يعني انا سمعت ناس كتير قوي بتتكلم، وعندنا مرشحين كتير، وعندنا ابواق كثيره نراها وامثله كثيره يعدون يمين وشمال. طب بناء على ايه؟ ادواتك ايه عشان تطبق الوعود دي؟ يعني كلها وعود خارج نطاق اقصى الممكن. فالشباب ذكي وبيعرف ان الوعود دي مجرد وعود انتخابيه، لازم يعرف ان هي داخل نطاق الممكن ولا تتخطى أقصى الممكن، لأن الشباب نسبة الوعي عنده عالية، الشباب نسبة التعليم عنده عالية، الثقافة عنده عالية، فبيقدر يفرز بشكل كويس ما هي الوعود المنطقية والتوسع في المعرفة، وأدوات الشخص اللي بيوعدهم دي إيه وهيستخدمها إزاي عشان يطبقها إزاي. لكن سؤالي تحديدا كان عن الشباب الموجودين داخل حزب الشعب الجمهوري. الشباب يعني ايه اللي بيحصل معاهم؟ هل فعلا بيكون في ليهم رأي مأخوذ به في الاجتماعات؟ بالتأكيد. وجهات نظر بالتأكيد. وعندنا نواب شباب تحت 35 سنة نجحوا في المرحلة الأولى. يعني ده لأن في وجود قاعدة حزبية حقيقية دعمتهم، ما هماش تقليديين وما كانوش مثلا يعني من النواب التقليديين أو الوجوه القديمة. شعاركم ايه يا فندم؟ شعارنا الحفاظ على الدولة المصرية. المعنى ده وصل للناس؟ وبنقول لهم بصراحة، وبنكلمهم بصراحة، وبنقلقهم على التحديات اللي مصر داخلة عليها، لأن ما ينفعش غير ان احنا نقول لهم بمنتهى الصراحة احنا عندنا تحديات كثيرة، على رأسها 3 تحديات: تحديات سياسية، وتحديات أمنية، وتحديات اقتصادية، وهي الأكثر ما يقلقنا هي التحديات الاقتصادية. بنتكلم معاهم باستفاضة، بنحاول نقول لهم، بنحاول نشرح لهم موازنة الدولة وقدرة الدولة فين وتنتهي فين، الواجبات والأعباء اللي على الدولة اللي هي بتلتهم الموازنة العامة. احنا 90 مليون عايشين ب 160 مليار بس من عجز موازنة، مش من موارد. الموارد كلها رايحة في الواجبات التي على الدولة. طب انا هرجع تاني للشباب، بما انه حضرتك قلت انه من الاولويات في حزب الشعب الجمهوري. طرحت مشكله البطاله، وان كانت هي يعني قماشتها واسعه جدا، لكن حضرتك شايف مرتفعه جدا في الدائره، انه ممكن يكون في اراء وممكن يكون في حلول. بالتاكيد، ولكن حلول عمليه. وده سهل يا فندم؟ في حلول عمليه. يعني كمثال، احنا الدائره بتاعتنا هي مصدره للعماله والوظائف، ولكن عندنا معوقات. انا النهارده بشجع ان احنا نصدر العماله، بس انهي عماله؟ العماله الماهره. احنا النهارده بنفتقد للعماله الماهره، وعشان كده اتفقت مع السيد وزير الصناعه والتجاره ان هو هيحط لنا في الدائره عندنا، وده هيعمم على كل جمهوريه مصر العربيه، معاهد تاهيل فني وصناعي. يخش الشاب ياخد الدورة بحيث ان هو يكون من العمالة
الماهرة علشان يلاقي فرصة عمل. نصدره او يعمل داخليا او يخرج خارجيا. يعني احنا في الثمانينات كان العمود الفقري للاقتصاد المصري كان تحويلات المصريين في الخارج. النهارده لا يحتل اي مرتبة متقدمة في الاقتصاد المصري نتيجة ان احنا فقدنا العمالة الماهرة. ده حاجة تانية. ومن هنا برضو من هذا المنبر انا عايز برضو اقول للسيد وزير الداخلية حاجة مهمة جدا. ارجوك حط لنا وحدة استخراج جوازات سفر وتصاريح عمل في مركز الحسينية، لان في معاناة شديدة واحنا مركز مصدر للعمالة. احنا مركز مصدر للعمالة، ما ينفعش البهدله اللي بيشوفوها. لا مش موجوده، الخدمات مش موجوده. يعني مثلا النهارده الشاب عاوز يسافر، عاوز يستخرج جواز سفر، عاوز يستخرج تصريح عمل، يضطر ان هو يسافر يروح حته بعيده علشان يعمل الكلام ده، برغم ان دي ليست مكلفه، تكلف وزاره الداخليه 40,000 جنيه او 50,000 جنيه بالكتير. حاجه بسيطه جدا ولكن ترفع المعاناه عن قطاع كبير من الشباب. الحاجه الثانيه الظهير الصحراوي اللي هو جزء من برنامج السيد الرئيس. يعني احنا بنحاول دايما ان احنا ما نخشش في اتجاه مضاد لاتجاه الدولة علشان نكمل بعض، مش عشان نعطل بعض، في ظل السياسة والاستراتيجية اللي ماشي بيها السلطة التنفيذية اللي هو الظهير الصحراوي. النهارده احنا في اتجاه لتوسيع المحافظات. محافظة الشرقية لها ظهير صحراوي جيد جدا. عايزين نطبق زي ما حصل بالظبط في محافظة المنوفية عندما أضيف الظهير الغربي للمنوفية واتعمل فيه منطقة صناعية اللي هي مدينة السادات. محتاجين في شمال الشرقية، عندنا في الجنوب العاشر من رمضان صحيح، محتاجين في الشمال وعندنا ظهير صحراوي كبير ان احنا نستحدث منطقة صناعية علشان تقدر تستوعب العدد الكبير الذي يفد الى سوق الوظائف وسوق العمالة سنويا. والتعليم بقى يا استاذ حازم؟ التعليم ده مشكلة عامة على مستوى جمهورية مصر العربية. والتعليم عندنا نماذج مش عيب ان احنا نطبقها او ناخذها، نشوف النماذج الناجحة. وانا عاصرت النماذج الناجحة فين؟ في دول اخرى؟ بالظبط. انا بصفه شخصيه عاصرت تجربه فريده مع رئيس دوله كبرى، مش هتحرج ان اقول اسمها، دوله البرازيل. وقادتني الصدف ان انا اتعرف على رئيس الدوله عندما انتخب رئيسا للدوله. هذا الرجل الذي كان من خلفيه عماليه اللي هو الرئيس لولا دا سيلفا. ايوه. الراجل ده ما كانش مكمل تعليمه، ولكن كان شعاره ان هو الجميع للتعليم، all for education. طيب هو شعار جميل ولكن يصحبه برامج تم تطبيقها بالفعل، وهو برنامج المكافأة العائلية او البونص العائلي او بولصة فاميليا بالبرازيلي. عمل ايه؟ ربط الدعم، احنا بندي الدعم بلا رابط وبلا اي شيء لمجرد محدود الدخل. هو ربط الدعم اللي بيبعته ده بنسبة الحضور في المدارس عشان ينهي على ظاهرة التسرب من المدارس. هذه تجربة تستحق أن نفكر فيها، لأن احنا عندنا المشكلة دي وعندنا ظاهرة التسرب من المدارس. حط جزء من ضريبة خاصة علشان يجود المدرس أو المعلم، يجود منه. هناك تجارب كثيرة، هناك تجارب في ماليزيا، هناك تجارب في البرازيل، هناك تجارب في المكسيك. شفنا تجارب كثيرة وبنحاول نشوف اللي هي تتماشى وتتلائم مع المجتمع المصري، ومش عيب أبدا ان احنا نقتبس من التجارب الناجحة التي أثبتت أنها ناجحة. يعني بما أن برنامج لولا دا سيلفا مثل في 8 سنوات 8 سنوات فقط يا أستاذ إيهاب. ووضع أيضا برامج للإصلاح الاجتماعي بالظبط للقضاء على الفقر. حصل. لكن أنا عايز أتكلم على التعليم عشان سألتيني على التعليم. برنامج الرئيس لولا دا سيلفا في 8 سنوات حول قطاع وشريحة كبيرة من المجتمع البرازيلي الذي كان يتقاضى دعما من الدولة إلى دافعي ضرائب في وقت قياسي 8 سنوات فقط. يعني كان في بداية البرنامج كان الرئيس لولا دا سيلفا بيقول لي البرنامج ده هياخد 12 سنة، وفي نهاية رئاسته قال لي هذا البرنامج حول قطاع كبير وشريحة كبيرة من
اللي كنا بنديهم دعم، اللي هم كانوا بيسموهم الفافيلاز، اللي هم عايشين في عشش الصفيح، الى دافعي ضرائب. يعني هو أشهر شخصية في العالم، واختير أيضا كشخصية العام في 2009. صحيح. وكان يعني من الرؤساء الذين قيل عنهم أنهم أكثر الرؤساء تأثيرا في شعوبهم وفي صحيح. العالم كافة بما أنجزوه. أيوة. حضرتك شايف أنه في التزام بين المرشحين بمعايير المنافسة الشريفة والنزيهة وبالقواعد الموضوعة؟ مش بنسبة مطلقة، ولكن بنسبة كبيرة نعم. يعني الوعي ازداد، والناخب كمان النهاردة أصبح يملك صوته، فإذا أخطأ المرشح ينقلب عليه الناخب لا يحب أن يرى قدوته أو مرآته تعمل حاجة وحشة. حضرتك شايف انه الناخب دلوقتي يعني لا يمكن التأثير عليه من خلال تجاوزات بنسمع عنها بتحصل بتؤدي نتائج عكسية؟ ما هي يعني هي اكيد هتؤدي لنتائج عكسيه، ولكن هو هيكون خد الخطوه. هناك ممارسات من بعض المرشحين، زي مثلا تقطيع اللافتات والاعلانيه، يعني بيحصل، ولكن بنسبه قليله جدا من المرشحين، ولكن الغالبيه العظمى هناك منافسه شريفه. هناك منافسة شريفة. وإذا رصدتم أي تجاوزات ما بنردش عليها، لأن الانتخاب ليس يافطة. الانتخاب مش يافطة، لكن الانتخاب لو شفت هو قناعة تستقر في القلوب وفي عقول المواطنين. لو حضرتك شفت بعينك، أنا اتشال لي يفط كتير جدا، لكن الانتخابات مش يافطة، ولا عملت مشكلة ولا علقت. طيب، بعيدا عن انه ممكن يتشال لحضرتك اي شعار عليه الاسم الخاص بالحزب او عليه الاسم الخاص باي من اعضاء الحزب، لو حضرتك رصدت بعينك اي انتهاك لقواعد العمليه الانتخابيه وكان بيتم على مرأى ومسمع الجميع اي محاولات لاخذ صوت من اي ناخب واستغلال اي موقف لهذا الناخب، ممكن حضرتك يعني تتقدم بشكوى، تاخد اي خطوه؟ لا، هوعي وهوجه بالصحيح، هقول له عيب كده، هقول له ما يصحش كده. ازاي بس حضرتك المفترض يعني انك يعني في برلمان 2015 النائب مستنيين منه حاجات كتيره، منها انه يتكلم عن اي سلبيات وتجاوزات كمان. هتكلم وهقول له ما يصحش كده، وهحاول امنع هذا الكلام. ليه ما يبقاش في تقدم باي بلاغ؟ بلاغات مين بعد المعركه الانتخابيه بقى؟ اصل مين فاضي بقى لانه يروح يشتغل في بلاغات ويخش في شكاوي دلوقتي؟ خلينا نتكلم بصفه عمليه، محدش غاوي شكاوي دلوقتي خالص، كله مشغول بنفسه حقيقه يعني. فمش وقت الشكاوي. ولكن صدقيني احنا بنشوف مردودها على الناخبين بيثلج صدورنا. المرشح الذي يخطئ بتلاقي رد الفعل على طول عند الناخبين ان هم بيتخلوا عنه على طول. المال السياسي موجود وبقوة في المرحلة الأولى، موجود وبقوة، ولكن ليس على الناخبين وإنما على المرشحين. إزاي؟ يعني هناك مال سياسي استخدم في المرحلة الأولى، نعم استخدم، ولكن الناخب النهاردة ما بيبيعش صوته، ولكن هو استخدم مع المرشحين بشكل أكبر من استخدامه مع الناخبين. أخيرا، لو في أي رسالة حضرتك عايز توجهها يعني في ختام هذا الحوار، وإحنا يعني بنتحدث عن قواعد وبنختتم بقواعد العملية الانتخابية. رسالة لدائرتي ولا رسالة لعموم؟ بما أن حضرتك ختمت بالناخب، رسالة إلى الناخب. إلى الناخب أنا بقول له احنا مصر في المرحلة القادمة داخلة على تحديات كبيرة، مشاكلنا كتيرة، أرجو أن تراعوا طهارة اليد والعقول المستنيرة والقدرة على العمل وعلى الأداء، وأيضا أنتم أنا يعني أثق أنكم لديكم قدرة كبيرة على الفرز واختيار الأفضل من أجل وطن أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري ومرشح الحزب أيضا عن دايرة الحسينية بالشرقية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. فاصل قصير، بعد الفاصل نستقبل باقي مرشحي محافظة